أول رد رسمي من الأمم المتحدة حول مقترح ديمستورا، والمجلس الأوروبي يلغي قرار محكمة العدل ضد المغرب. السلام عليكم. مقترح ديمستورا طبعا اليامات صدعنا هذا المقترح هذا، وليتي فيما كدور كتلقى تأويل من جهة، كتلقى مصادر من الأمم المتحدة، مصادر مقربة دبلوماسية منه، هو بنفسه تقارير، كل واحد كيحاول باش يأول الموضوع ويسقلو بالطريقة اللي بغا هو. لكن لا يصح إلا الصحيح. خصنا نشوفوا الرأي ديال الأمم المتحدة هو من يهمنا. ستيفان ديمستورا كما قلت لهم كيبقى بيدق، سوني كان سامبل بيون كتحركوا الأمم المتحدة وكتحركوا الجزائر طبعا، وهذا هو الأدهى هنا، بالطريقة التي تريد. نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة تطرح عليه سؤال من أجل معرفة الموقف الرسمي للأمم المتحدة ولأنطونيو غوتيريش. إذا لاحظتوا أن أنطونيو غوتيريش تحاشى الظهور في مواقع التواصل، وتحاشى الظهور كذلك في الندوات الصحفية، يعني خوفا من أن يباغث بسؤال حول هذا الموضوع. أنطونيو غوتيريش طبعا في نفس الوقت هذا كيبقى المبعوث الشخصي ديالو، ما خصوش انه يطيح منه، بغينا نقولوا بالعاميه، وفي نفس الوقت ما خصوش يقول شيء اللي هو يسيء للامم المتحده ويسيء له كامين العام للامم المتحده، على الرغم من ان انطونيو غوتيريش في الكواليس هو غاضب عما قاله ستيفان ديمستورا اللي تجاوز صلاحيته، وفي نفس الوقت انه يعني خرج عن المنطق ودس السم بالعسل. مزيان. نائب متحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة عند سؤاله عن رأي الأمم المتحدة وأنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن وهل يوافقون على ما قاله ديمستورا، أجاب بالحرف. قال لك: ما فعله المبعوث الشخصي ديمستورا هو فقط اطلاع المجلس، أو إطلاع ماشي إطلاع مجلس الأمن الدولي بخصوص عمله المتواصل. هو مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة ويريد المضي قدما بعمله من أجل إيجاد حل لهذا النزاع. أولا هذه المداخلة أو هذا الجواب هو جواب اللي هو مبهم، غامض، غير واضح بتاتا. لأن السؤال كان حول الموقف ديال ديمستورا، الموقف عفوا ديال أنطونيو غوتيريش وديال أعضاء مجلس الأمن وديال الأمم المتحدة. ببساطة واش كيوافقوا على هذا المقترح؟ هنا فكيبان لك انه ما كاينش الجديه، واحد. كيبان لك ثانيا ان هناك رعب من اغضاب المغرب. ثالثا كيبان لك انه الامم المتحده لا تتجرأ حتى على قول رايها بصراحه في الموضوع. تناور هذا راه كنهضروا على نائب ديال المتحدث الرسمي باسم الامين العام للأمم المتحده، ولا كيشرح لينا شكون هو ستيفان ديمستورا بحال حنا كما كنعرفوه. هو مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة ويريد المضي قدما بعمله من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل. هاد السيد اللي عندي في الدار فاش جيتو عندي دابا لقيتوه تماك لابس حوايج ديال الصباغه، حوايجو عامرين بالصباغه، وحاط سطوله ديال الصباغه، وهاز دروب ديال الصباغه. هو راه صباغ، وانا جبتو للدار. عرفتو علاش جبتو؟ باش يصبغ ليا. راه جبتو هاد الصباغ، انا عرفتو علاش جبت الصباغ ولا ما عرفتوش؟ خليوني نشرح لكم علاش جبت الصباغ. انا دابا الصباغ راه جبتو للدار راه غير باش يصبغ ليا. هذا هو المضمون ديال ما قاله النائب ديال المتحدث العام، المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحده. على حنايا كتشرح لينا دابا هنا كتقول لينا يريد المضي قدما بعمله من اجل ايجاد حل لهذا النزاع المفتعل، اما قالش مفتعل انا اللي قلتها، لهذا النزاع، وهو مبعوث شخصي للامين العام للامم المتحده. نحن نعرف من هو ستيفان ديمستورا، ما غتشرحش لينا انت تقول لي شكون هو المبعوث الشخصي، اشنو الدور ديالو وماذا يريد فعله. قال لك ديمستورا ينظر فقط مع أعضاء مجلس الأمن من أجل إحالة التقدم في مجال حل هذا النزاع. هو وغوتيريش يعرفان عمق النزاع في الصحراء. هذا هو الجواب اللي أعطى، لم يتجاوزه. يعني أنه الأمم المتحدة كما قلنا هي الآن حتى محرجة من الموقف الذي قام به أنطونيو غوتيريش. وكنزيد نقول، قلت لكم مرارا وتكرارا في حلقات، أقول لكم وأبصم لكم بالعشرة أنه ستيفان ديمستورا قريبا سيغادر، وما غتبقاش تذكرت الاسم ديالو. لأنه الآن عندما نرى أنه الأمم المتحدة حتى خائفة من شرح موقفه وليس حتى تبريره بل شرحه، ما قدرش تشرح لنا الموقف ديالو، ما قدرش تشرح واش هي متفقة ولا ما متفقاش. يعني أنها هنا الأمم المتحدة توصل واحد الفكرة مفادها على أنها بعيدة كل بعد عن التوجه ديال ستيفان ديمستورا. واخا ستيفان ديمستورا شنو هي الاحتمالات اللي غتجعل منه أنه يكون بعيد على الآراء والمواقف ديال الأمم المتحدة؟ هو من هو؟
كما كيف وضح لنا هو قال لك صباغ وسبغ. شنو هو هذا السيد؟ شكون هو مبعوث شخصي للامين العام للامم المتحده. يعني خصو يكون كيمثلو ويمثل الرؤى ديالو ويمثل الاراء ديالو ويمثل المواقف ديالو، يعني مبعوث شخصي ديالو. يقدر يدير باحاطه، يقدر يضيف بعض النقاط ملاحظات، نعم، لكنه ما يمكنش يكون عنده توجه مختلف، لانه هو من بعثه، هو اللي تيعينه، هو اللي تيختاره، هو اللي تيبعثه حسب ماذا؟ حسب رؤاه. لان باش تعين انت كامين عام للامم المتحده وتعين واحد الشخص وقع عليه الاختيار ديالك انت بان يكون مبعوثك الشخصي في واحد الملف، يعني انه خصو يكون كيتقاسم معك الرؤى ديالك، يعني باش تعاونوا على الملف، ماشي تكون انت كتشرق وتغرب تخلق لك نقيض وتخلق لك خصم في الملف. لكن هنا حتى الامم المتحده ما استطاعتش، ولا الامين العام ولا المبعوث الشخصي ولا هذا المتحدث ولا نائبوه، ما قدر حتى شي واحد فيهم. وشوف هنا كاينه واحد النقطه اساسيه، نهضروا نرجعوا للشكل دابا، خلينا من المضمون، ارادوا للشكل عاد نرجعوا للمضمون. شكون اللي تحدث هنا؟ نائب المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحده. علاش ما تحدثش المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحده؟ وعلاش ما تحدثش الامين العام المتحده بنفسه؟ عندنا الامين العام المتحدث الرسمي باسمه ونائب المتحدث الرسمي باسمه. اذن لو كان شيئا ايجابيا، لو كان شيئا واضحا وقويا، كان يخرج انطونيو غوتيريش هو اللي يهضر عليه، ما هضرش عليه لسبب او لاخر، يخرج المتحدث الرسمي. علاش مشاو حتى النائب ديالو؟ شويه شويه كانوا غيمشيو للمساعد النائب، شويه شويه يدخلوا السكرتير ديال النائب. يعني ان الامر الاخوان فيه لبس وفيه ابهام كبيرين. اوكي، هنا تيقول لك ان ديميس سوريا ينظر فقط مع اعضاء مجلس الامن من اجل احراز التقدم في مجال حل هذا النزاع. في الاول بدا كيعرف لنا وكيوضح لنا شكون هو ستيفان ديميس سورا. كنناقش معك انا واحد الكتاب، اولا كنناقش معك واحد المقال ادبي، توليتي كتقول لي الف باء، لا دير الهمزه، طلع وليدي الهمزه، زيد شويه هنا هاكا، الالف ديال الوقف ما ديروش متكي. حنا كنناقشوا معك في مقالات ادبيه وليتي معايا في الالف باء، مشان الابجديات. شوف الامر كيفاش داير. قال لك وشويه ولا كيبرر بطريقه غير واضحه وغير مباشره. ديميس سوريا ينظر فقط مع اعضاء مجلس الامن من اجل احراز التقدم في مجال حل هذا النزاع. دابا هنا اخوان خليني نشرح لكم وتبعوا معايا مزيان وسير معايا بشويه. جا شي واحد دابا هنا وقال ليه ديميس سوريا تواطأ مع الجزائر بوحدو. كيفاش انت نقصي وكتقول من لا انا ما تواطأش؟ دابا ولا السيد كيبرأ في ديميس سوريا ينظر فقط مع اعضاء مجلس الامن من اجل احراز التقدم في مجال حل هذا النزاع. هو وغوتيريش يعرفان عمق النزاع في الصحراء. دابا ما سولو حتى واحد، ما تهم واحد، قال بحال تيقول هنا، يعني مضمون هذا الكلام انه راه ستيفان ديميس سوريا راه لم ينظر مع الجزائر، راه ماشي الجزائر اللي دافعه، وحنا حتى واحد بوجه الاتهام مباشر. هذا كلام تنقولوا حنا يعني كمحللين، ولكن ما قالتو دبلوماسيه مغربيه، ما قالوا شي طرف في مجلس الامن ولا في الامم المتحده، ما قالوا حتى شي واحد. كيفاش هو تجاوب معاه؟ يعني تجاوب معاه لانه عنده الشك، لانه عارف ان هناك شكوك تحوم حول ستيفان ديميس سوريا وحول موقفه، فبالتالي هو اللي كيبرر دابا في ستيفان ديميس سوريا وكيبرر ما قاله دون ان يحسم في موقف الامم المتحده ولا الامين العام ولا اعضاء مجلس الامن في الامر. علاش هادشي كامل؟ لانه لا يتجرأ على ذلك، لان هناك بلدا اسمه المغرب لن يقبل هكذا تصرفات ولا هكذا موقف. اوكي، القرار ديال محكمه العدل حول اتفاقيه ديال الصيد مع المغرب، قلت لكم انه سيتساقط وانه لا وزن ولا قيمه ولا هيبه له، بحال الجزائر. علاش؟ شفنا كيفاش خرجت الاطراف كلها ترفض، شفنا كيفاش 27 دوله ديال الاتحاد الاوروبي رفضت هذا القرار، وشفنا ان الدول الاوروبيه مجتمعه وكل على حده قال لك سيدي اننا ملتزمين بالشراكه اللي كتجمعنا مع المغرب. هادشي كاع شفناه. شفنا انه توقع البيان ديال التضامن من طرف وزراء خارجيه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، قال لك انهم يتضامنون مع المغرب، وحتى شي واحد فيهم ما قال انني سالتزم بقرار محكمه العدل وسالغي الشراكه مع المغرب، حتى واحد ما قالها. دابا الان غيمشي لمستوى المجلس الاوروبي. المجلس الاوروبي سيدي في اجتماع له يناقش مجموعه من القرارات اللي ما كتخصناش في هذه الحلقه،
على رأسها قرار محكمة العدل القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والفلاحة. مزيان، واخا سيدي السي طارق اش داروا في هادشي هذا؟ قرروا ناقشوا هذا بلاتي. في ختام المناقشات كانت هناك مناقشات، احنا نعاود نقول ما كتخصناش حنا نريحوا ونتصنتوا، حنا اللي بغينا كنعرفوا فين كاينين كمغاربه. الدول 27 وقعت على وثيقة مفادها أن المجلس الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار. تمتع لا تنغم كويس كاين ديالها عامر ياك، نزيدوا شويه، زيد أصاحبي زيد تمتع. ختام المناقشات، وقعت الدول 27 على وثيقة مفادها أن المجلس الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات المبرمة عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. هنا الامر واضح، ما محتاج تاويل، ما محتاج تفسير، ما محتاج حتى شي حاجه، لا معاجم ولا غيرها. الدول 27 وقعات على الوثيقه، وقعات 27 دوله، ماشي 26 27 دوله كلها ديال الاتحاد الاوروبي. شنو تقول الوثيقه؟ ان المجلس الاوروبي ياخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخيره الصادره عن محكمه العدل الاوروبي بشان الاتفاقيات المبرمه عام 2019 بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، يعني كياخذ بعين الاعتبار، ولكن هو يأخذ بعين الاعتبار، ولكن سيستمر كل من المجلس الأوروبي. طب المجلس الأوروبي يعني كمؤسسة، ومجلس حكومات الاتحاد الأوروبي، يعني كل على حدة الحكومات ديال الاتحاد الأوروبي في تحديد السياسة الخارجية وفقا للمعاهدات. يعني هذه الفقرة الأولى اللي هضرنا عليها اش كتعني؟ كيقول لك المجلس الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبي بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كياخذ بعين الاعتبار، نعم حنا خدينا بعين الاعتبار، ولكن هاد ولكن هي اللي كتخصنا حنا خدينا. ما يمكنليش نقول أنا أرفض قرارات محكمة العدل ولا لا أعترف بشرعيتها، ما يمكنليش تقول هذا الكلام. طبعا هي قرارات ملزمة وغير قابلة للطعون وقرارات نهائية، ما قلناش لا، ولكن دائما هناك طرق أخرى. فهذه الدول بعد تعبيرها على التزامها بالشراكه مع المغرب كتخرج اليوم وكتقول لك اسيدي انني عندي صياغ اخرى. قال لك المجلس الاوروبي اللي كياخذ بعين الاعتبار ذلك القرار كياخذوا، راه كاين، ما قالكش لا. وكذلك مجلس حكومات الاتحاد الاوروبي، الحكومات ديال كل بلاد على حده ستستمر في تحديد السياسه الخارجيه وفقا للمعاهدات. الاتحاد الأوروبي اسمع اش كيقول دابا، يولي أهمية كبيرة لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، ويشدد على ضرورة الحفاظ على تعزيز العلاقات الوثيقة مع المغرب في كافة مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. يعني نعاود نقول لكم الإخوان، هذيك القرار ديال محكمة العدل اللي صرفت عليه الملايير، قرار اللي 6 ديال القضاة منهم رئيس المحكمة كيف ذكر ذلك السيد نصر بوريطة، اللي من بعد منا بيومين خرجوا تقاعد. النظام الكبران دار عليه زيطه وزنباليطه واحتفل به وقال لك اننا حققنا مكاسب في اخر المطاف اصبح شيئا عقيما ولا يساوي شيئا، ما عنده حتى شي وزن، هو حكم لا وزن ولا قيمه ولا هيبه له، ما عنده حتى شي حاجه، لن يؤثر على العلاقات، بل انه قلت لكم شكون هو المستفيد. دابا بغيتي تسمع مزيان، بغيتي الخبر عطينا لك اخي المواطن، الا كنتي مزروب عندك شي شويه صافي خبر سهله. بغيتي تسمع مزيان الخلفيات ديالو والابعاد ديالو، بغيتي تستمتع وتفهم هذا الموضوع يعني بحذافيره، دابا عاد تقاد لي في الجلسه وعمر لي داك الكويز ديالها وتصنت ليه مزيان وتمتع. بالنسبه للاتحاد الاوروبي طبعا قال لك انا غنحترم القرار ديال محكمه العدل. المغرب غتقول لي انت كيفاش المغرب؟ قلتي لنا السي طارق مرارا وتكرارا انه راه المغرب بالفعل راه غيستافد من الغاء هذه الشراكه. ما زلت عند رايي وعند كلامي، هو اللي غنشرح لك دابا علاش المغرب هو اللي غيستافد. اوكي، قبل ما نمشي غتعطيني السباقين، غتعطيني واحد السؤال، غتقول لي واخا حنا كاع ما ندخلوا في الحيثيات، لنفترض جدلا انه المغرب غيستافد، وما المغرب فلو ما كانش هو يلغي اتفاقيه الشراكه ويهني راسو كاع الا كان غيستافد. سؤال في محله وجيه وسؤال ذكي، ولكن خصك تعرف بعض الحيثيات عاد تفهم شنو تيوقع. المغرب ما كانش يمكن له يلغي الشراكه، ماشي ما يمكنلوش يلغيها تقنيا، ما يمكنلوش، لا بغى يلغيها غير يلغيها طبعا، لكن ما يمكنلوش يلغيها تقنيا. علاش ما يمكنلوش يلغيها تقنيا؟ لانه المغرب اذا كان هو اللي لغى الشراكه يعني وكانه يشن حربا على الدول الاوروبيه.
سيكون قرارا عدوانيا بالنسبه ليه ضد الدول الاوروبيه. فبالتالي الدول الاوروبيه ذاك التقارب اللي جنا معها وذوك المكاسب كما قلنا دائما الدبلوماسيه، لان ملي كنرجعوا الاتفاقيه ديال الشراكه المغرب راه ما كانش كيستافد منها ماديا بزاف. 50 مليون دولار في السنه بالنسبه للاتفاقيه ديال الصيد البحري راه هي تقريبا لا شيء، راه هي والو بالنسبه للمملكه المغربيه، راه والو، حاجه جد بسيطه. المغرب يقدر يجني اضعاف مضاعفه الى بغى الجانب فقط المادي والاقتصادي. اتفاقيات مع روسيا، مع الصين، مع البرازيل، مع تركيا ومع دول اخرى اللي مهتمه بالصيد البحري في سواحل الصحراء المغربيه يجني اضعاف مضاعفه. يقدر المغرب يجني عشرات المرات، يقدر يجني بدون مبالغه يجني 500 مليون دولار، لا نبالغ، هذه لغه الارقام. زيد. وعلاش السي طارق المغرب ما دارهاش؟ انا غنقول لك علاش. لانه المغرب كيعطي اهميه للمكاسب الدبلوماسيه اكثر من المكاسب الاقتصاديه. ما كيعنيش ان محتاجين مكاسب اقتصاديه، لكن هنا خصك توازن. المغرب بالنسبه لي ملي كتهضر على الاتحاد الاوروبي كتهضر على 27 دوله، كتهضر على 27 موقف، كتهضر على 27 صوت. اذا المغرب من مصلحته شنو يدير؟ المغرب من مصلحته انه يحافظ على تلك الشراكه مع 27 دوله. ما تشوفش الاتحاد الاوروبي، شوف 27 دوله. المغرب خصو يحافظ على تلك الشراكه ويحافظ على تلك السمعه وتلك العلاقات ومتانتها، والمغرب يبقى يعني مرفوع الراس ودون خوا. علاش؟ لانه المغرب لا كان هو اللي لغى اتفاقيه الشراكه اذا غيتحول الى واحد الطرف اللي دار واحد الخطوه عدوانيه، اذا داكشي اللي بنينا غنوضو غنريبوه. فاذا الامر لما جا عند نظام الكابرات وجا عند محكمه العدل، المغرب علاش رجع؟ قال لك انا ما ندخل ما نهضر، اللي بغى الشراكه من المغرب كيعرف المغرب فين كاين، هو يدافع على المصالح ديالو. لان المصالح شكون اللي مضرور دابا؟ المغرب ما مضروش بتاتا في هذه النقطه. صفر ماشي شويه، ماشي كنقول شي شويه ضرر، صفر ضرر. راه روسيا دارت معنا دابا اتفاق ديال 4 سنين ديال الصيد البحري، وروسيا مازال بغات تزيد يعني تكبر الاسطول ديالها مع المغرب. اذا المغرب صفر ما خسر حتى شي حاجه، ولكن دبلوماسيا غتقول لي اذا خسرنا دبلوماسيا داكشي اللي كنا بغينا ندير دبلوماسيا نخسروا. غنقول لك لا. علاش ما خسرناش دبلوماسيا؟ لانه المغرب كان يخسر دبلوماسيا وهذه الدول تصلب في الموقف ديالها او تغير الموقف ديالها او تراجع في الموقف ديالها الا كان المغرب هو من الغى اتفاقيه الشراكه. في حين ان المغرب كيقول لك انا بقيت معكم في اتفاقيه الشراكه حتى لاخر يوم، انا معكم وما زلت يدي ممدوده لاتفاقيه الشراكه. شكون اللي غا؟ محكمتكم، محكمه العدل الاوروبيه اللي لغات، ماشي حنا، ماشي محكمه مغربيه اللي لغات. اتفاقيه الشراكه لغاتها المحكمه الاوروبيه. انتم تقاتلتوا معاهم ما بغاوش، حنا ماشي شغلنا، اش غنديروا لكم؟ انا كنبسط لك الامر اخي المواطن. اذا المغرب بقى يعني وقفه يعني الرجال ان صح التعبير حتى الاخر ثانيه، حتى اخر لحظه. من يصارع هنا هذا القرار هي الدول الاوروبيه وليس المغرب. فبالتالي شنو الخطوه المقبله؟ واتس نيكست؟ الخطوه المقبله هو ان الحكومات هذه الدول الاوروبيه اولا بقات على احترامها للمغرب وعلى مواقفه الثابته اولا. ثانيا انه المغرب مادام انه ماشي هو اللي لغى اتفاقيه الشراكه فتح اقواس جديده وفتح مجالات، لان هذه الدول يمكن لها ان تبرم اتفاقيات وشراكات جديده مع المغرب في الصحراء المغربيه بصيغ مختلفه لا تمنعها ولا تعرقلها القرارات ديال محكمه العدل الاوروبيه. طبعا في الجانب على الجانب المادي والاقتصادي ستكون افضل بالنسبه للمغرب. ثانيا ما تكونش مؤطره بتلك الطريقه، يعني ماشي مؤطره، ما تكونش محدوده، اما هي مؤطره دائما مؤطره. فبناء عليه المغرب الان غيولي ما بقاش كيناقش الاتحاد الاوروبي او بعض الدول يكون عندها موقف في الصحراء، يعني كتقول لك وحنا الاتحاد الاوروبي موقفنا ما كنعترفوش بوليزاريو. لا، كتولي كدوله خصك تشد الصف في 27 واحد تشد الصف، وبالواحد غندوزوا لك الامتحان بالواحد. ما موقفكم من الصحراء؟ الصحراء المغربيه، الحكم الذاتي. تفضل. موقف الصحراء الصحراء هو نزاع في الامم المتحده. واخا ان شاء الله دابا نعيطوا لك، سير سيدي، خلينا نضحكوا شي شويه، ولكن راه كنضحكوا كنوضحوا الامر، ماشي كنضحكوا باش نهرجوا. سير سيدي تنعيطوا لك. فاذا كيمشي كيراجع الموقف ديالو كيقول لا انا خصني نوضح، راه عندهم مالك ديالهم. عرفتي الملك اش قال ذاك النهار؟ قال لك راه خصك واحد النظارات تلبسهم، النظارات ينضربوا المغرب صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. اذا كلشي غيولي كيتهافت على المغرب وهو يحمل تلك النظاره في يديه جاي بها باش انه يحظى بشراكات واتفاقيات مع المغرب تشمل الصحراء المغربيه، ويوقع اتفاقيه ماشي باسم الاتحاد الافريقي انها تشمل الصحراء المغربيه. ما بقيناش في اليونيون اوروبيان، ولينا في الدوله الفلانيه، الجمهوريه الفلانيه ولا المملكه الفلانيه. كدير شراكه مع المغرب فيها الصحراء ومكتوبه الصحراء، العيون مكتوبه الداخله وغيرها،
وفيها الفوق المملكة المغربية. إذن أنت تعترف بشكل واضح وصريح بمغربية الصحراء، هذا ما سيجنيه المغرب. قال لك سيدي هذا الموقف هذا في اخر المطاف كيذكروا في القرار ديالهم او في القرار، نعم، قال لك ان هذا الموقف اكد عليه جوزيف بوريل، كنا هضرنا عليه قبل ايام، يعني زادوا عزوه واستشهدوا به. وقال لك وكذلك رئيسه المفوضيه الاوروبيه اللي هي اورسولا فوندر لاين هي اكدت على هذا القرار، يعني انه اليوم القرار ديال محكمه العدل الاوروبيه قد تم الغاؤه بشكل كلي. طبعا في الورق وفي التقارير يا اخوان باش ما نغلطوش هنا، باش نوضحوا الامور، ما نبداوش نصطادوا في الماء العاكر. وقلتي لينا الغاو ولا راه مازال كاين في الموقع الرسمي، انا ما كنقولش الغي من الموقع الرسمي، الموقع الرسمي راه مازال كاين ويبقى الى ابد الابدين. لكن هل سيتم العمل به؟ لا. هل سيؤخذ به؟ لا. هل سيؤثر على العلاقات وعلى الشراكه بين المغرب وبين دول الاتحاد الاوروبي؟ الجواب هو لا والف لا والف لا. إذن هذا القرار قد أصبح حبرا على ورق فقط لا غير، أما القرار فقد أصبح لاغيا وأقبره الآن المجلس الأوروبي. فبهت الذي كفر وعاشت المملكة المغربية الشريفة شامخة ولا عاش من خانها ولا غالب إلا الله. كنشكركم على المتابعة، كنشكركم على وقتكم الثمين وعلى دعمكم المستمر. عارفين اللي عجبتكم الحلقة ما تنساوش تعطيونا لايك، اشتركوا معنا في القناة، خلونا تعليقاتكم. كيحييكم أخوكم طارق حجاب، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.